مساء الخير استاذ عبد العزيز. حضرتك منورنا النهارده في التحرير. الله يكرمك. حضرتك تقول ايه بعد الاشتباكات الاخيره اللي حصلت في العباسيه؟ انا هحول الحوار واقول لك حاجه في منتهى الاهميه في رايي انا الشخصي. اتفضل يا فندم. اكبر مصيبه فاتت على مصر في ال 60 سنه او 70 سنه الاخيره ما اتفتحش ملفها الى الان، هي مصيبه النفاق. اكبر مصيبه مرت على مصر النفاق. وانا هنا عايز اقول ايها الشيطان المسمى زورا بالاعلام المصري، مدحتم فاروق فلما رحل لعنتموه ومدحتم عبد الناصر، ولما رحل عبد الناصر لعنتموه ومدحتم السادات، ولما رحل السادات لعنتموه ومدحتم مبارك، ولما رحل مبارك لعنتموه، وها أنتم تمدحون طنطاوي وممدوح شاهين ورفاقهما وسيرحلون وستلعنونهم وستمدحون القادم حتى ولو كان قردا. أيها الشيطان المسمى بالإعلام المصري، إننا لا نترك لأبنائنا مالا أو عقارا فحسب، ولكننا نترك لهم شرفا أو عارا. انظروا إلى فريدة جمال محمد حسني مبارك، منذ عام كان كل أطفال العالم يحسدونها. أبوها رئيس محتمل، وجدها رئيس قادم، وجدتها سيدة مصر الأولى، وأمها سيدة مصر الأولى المحتملة، وجدها لأمها من أعظم ملاك الأراضي، ثم الآن هي طفلة صغيرة لم تبلغ الثالثة، أبوها حبيس، وجدها مجرم، وجدها لأمها مجرم، وأمها مجرمة، وجدتها مجرمة. انظروا إلى البؤس الذي تركه مبارك والعار الذي تركه جمال لهذه الطفلة التي ليس لها حيلة. أحذركم جميعا، أنتم تتركون لأبنائكم عارا لا يمحى مع الزمن. احذروا، هذا الشعب حليم، واتقي شر الحليم إذا غضب. شكرا يا سيدي. شكرا.